السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد واقتراح جديد دائما على قناتي وقناتكم. اليوم جيت نقترح لكم هكا كفكرة غداء طاجين هكا بالسمك ومكونات اخرى. عندي تما المطيشه كذلك الفلفله. تيجي واحد طاجين سريع التحضير كما تنعرفوا. الحوت يطيب دغيا وكذلك العناصر اللي دخلنا معاه، فتيجي طاجين لي ساهل في التحضير كذلك سريع ولذيذ من طبيعة الحال. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اول حاجه عندي هنايا 4 ديال الحبات ديال المطيشه كما تشوفوا، 2 حبات ديال الفلفله حمراء، تقدروا تعوضوها بالفلفله الخضراء او اي لون. وعندي هنايا حامضه كذلك فلفله حاره وربيطه ديال القزبر ومعدنوس. كميه ديال الحوت، انا خدمت بهذا الحوت اللي تيكون هكا ما فيهش الشوك، تقدروا تخدموا باي حوت اللي تيكون متوفر عندكم. عندي كذلك توابل سكنجبير والكمون، التحميره، الخرقوم البلدي والملحه والزيتون وزيت المائده من طبيعه الحال، وزيت الزيتون اللي تندخلوها في الاخر فاش يطيب معنا الطاجين كما عودتكم. زيت الزيتون ما تنديرهاش انا في الاول، تنخليها كاخر مرحله حتى تيطيب الطاجين باش يبقى داك لوغو ديالها باين، كذلك ما تتحرقش معنا. فراه زيت الزيتون تكون هي الاخرى من الاحسن. وهنايا فرشت واحد الكميه من هذيك مطيشه كما تشوفوها كقطعه طرونش، فرشت نصف الكميه منها في الطاجين باش ما يتحرقش معنا داك الحوت. ودرت الحوت، درت فوق منه الفلفله هكا قطعتها طويل، ونضيفوا الكميه اللي بقات من مطيشه هكا في الجوانب. التزيين تيبقى اختياري، فهاديك مطيشه خليوها بالزريعه ديالها. دائما بالنسبه للمبتدئين هذيك الزريعات تخلي لنا تعطينا نسبه من الماء باش يطيب لنا هذاك الطاجين وما يتحرقش. فراه ما تنضيفوش نهائيا الماء لهذا الطاجين كما عودتكم في الطواجن ديالي دائما في الاقتراحات الخاصه بالطاجين ديال الدجاج او اي طاجين هكا خدمنا باي عناصر الخضراء. كذلك الطاجين اللي تيكون بالخضره ولا اي طاجين مهم ما تنضيفوش الماء نهائيا، فراه تيطيب في هذيك المويهه ديالو اللي تطلق الخضره او الدجاج. فولاو تخدموا الطاجين غير بالخضره، عفوا بالدجاج بعنصر واحد والبصله ومطيشه، فما تضيفوش الماء نهائيا. هذا هو السر على انه تيجينا طاجين لذيذ كذلك معلك، ما تيكونش فيه هكا الماء اضافي. فراه الطاجين عنده قواعد ضروري نتبعوهم باش يصدق معنا زوين. السر انه ما تنشفش معكم، تتخليوه مجهد في الاول حتى تكتسب واحد درجه الحراره اللي تكون عاليه، ومن بعد تتنقصوا تتخليوه يطيب في هذيك المويه ديالو. تيرجعوا دوك العناصر فاش تكون العافيه نازله هكا او معتدله، تيرجعوا يطلقوا الماء ديالهم. تيطيب لنا الطاجين في الماء ديال الخضار، او كما قلت لكم ولو نخدموه بالدجاج واللحم وشي حاجه قليله في الخضار، فراه تيطلق اي عنصر لنا تيطلق معنا الماء وتيجي واحد الطاجين معلك، شي حاجه اللي زوينه. هذه الطريقه الصحيحه للطاجين. وهنايا ضفت الحامض، ضفت الزيتون كذلك والقزبر والمعدنوس، ودرت الثومه في الاخر تتبقى هكا عاطي النكهه ديالها اللي درتوها في الاخر. ودوك التوابل اللي ذكرت معكم ضفتهم حتى هما، او غادي نضيفهم دابا من بعد. الكميه الكمون فيهم تتكون غالبه، والملحه، التحميره، الخرقوم البلدي وسكنجبير. وتندير نضيف انا لهذا الطاجين ديال الحوت تنضيف ليه حتى القزبر اليابس هكا. الا ما كنتش خدمت بالقزبر اللي طري، فدابا خدمنا بالقزبر طري، ما كاينلاش ندخلوا القزبر اليابس. وهنايا تنضيفوا زيت المائده، نديروا كميه قليله فقط باش من بعد تنضيفوا زيت الزيتون ما يجيناش ميدم بزاف.